النهارده جايين نتكلم مع محمد العايدي ذا جود اتش ار. كان بقالنا كتير عمالين متابعين الفيديوهات اللي انت بتعملها، فكنا عايزين يعني نعمل الحلقه دي من بودكاست واي. تمام، نتكلم على الحاجات دي بقى ازاي الناس تقدر ان هي تطبقها بشكل عام. فاحنا انت كنت اتكلمت في كذا حاجه، تمام، في الامبلوي ساتسفاكشن، في الايكيجاي، في حته الرول بتاعت 90 10. عايزين يعني ندخل في الحاجات دي بشكل عام ونتكلم مع الناس ازاي ان هم يقدروا يستفيدوا بالحته دي. انا كامبلوي او انا كموظف، ايه اللي يخليني ابقى موظف او ايه اللي يخليني ابقى انتربرنور بشكل عام في الجزئيه دي. فنبدا بالحته بتاعت الامبلوي ساتسفاكشن. طيب، اول حاجه طبعا شكرا. انت خلتنا يبقى في شرف نيجي نقعد معاك في الشمسيه. الله يخليك. يعني من اكتر الناس اللي انا بستفيد منها طبعا. طيب، باختصار الموضوع بدأ كان جزء من دراستي في الام بي اي، ان انا كنت بدرس جزء ليه علاقه بالاتش ار والانتربرينور شيب كمان. ودلوقتي انا بعمل جزء من الدراسه بتاعتي في الدكتوراه ليه علاقه برضه بالامبلوي ساتسفاكشن، وازاي ان هو بيأثر بالايجاب على الاداء الوظيفي اذا كان للموظف او للشركه بشكل عام. انا شغال في الامارات كاتش ار في مجال الريل استيت، وطبعا معروف ان الريل استيت حتى هنا في مصر يعني الموضوع دايناميك جدا سريع، والكومبيتيشن فيه عاليه جدا، فان انت تلاقي رضا وظيفي في مجال زي كده ما يبقاش سهل، خصوصا في التارجت والسيلز وحاجات كده. الموضوع بدأ ازاي؟ بمنتهى البساطه كان في جزء وانا يعني في الدراسه، مش عايز اقول يعني دراسه اكاديميه، بس كنت قريت عن حاجه اسمها اللونجيفيتي، الناس المعمرين. فالمعمرين دول ناس عايشين في بلاد معينه او في احياء معينه، بيوصل عمرهم لاكتر من 100 سنه وبيكونوا بصحه كويسه، مش بس ان هو ربنا رزقهم ان عمرهم طويل، ولكن بصحه كويسه. فلما درسوا الناس دول ايه العوامل اللي بيخلي الواحد يكون يوصل ل 100 سنه ولسه قادر يتحرك ويروح ويجي وكده، وما يكونش عنده الامراض اللي بنشوفها الناس اللي بتكون ستينات وخمسينات في الاوطان عندنا يعني. فلقوا ان في كذا عامل. باختصار العوامل، في العامل اللي هو ليه علاقه بالشغل، تمام. في عامل ليه ما شاء علاقه الله، عايز 60 سنة في شغله 60 بس سنه في الشغل. في نفس الشركة. هي الفكره مش في نفس الشركه بس، مم. ايه التقديمه اللي بيقدمها للمجتمع والناس، ده الشغل اللي بيقصدوا بيه. الناس هنا آخرها سنة 3 شهور 4 شهور، شكرا. تمام، ويجري شكرا. من شغله. آه، فلو هو مشي على الكونسبت ده وأنا عشت مثلا 100 سنة، مم. تمام، بس يعني كده بطلت شغل على 80 سنة ولا حاجة، ولا 70 سنة، فلا أكون رحت كام شركة. هو الموضوع مش ان انت قد ايه قاعد في شركه، على قد انت قدمت ايه في حياتك دي مم. كشغل. انا ممكن اكون مم. قدمت حاجات في شركات كتيره، بس هل انا مفيد ولا لا؟ هقولهم لك وندخل فيها واحده واحده، خصوصا موضوع الشغل. فزي ما قلت لك الخمس عوامل ان لما لقوا الناس ليه بيعيشوا لفتره طويله. اول حاجه العامل ليه علاقه بالشغل، انت بتقدم ايه، ايه هدفك في الحياه، ده اول حاجه. تاني حاجه الصحه، الرياضه، حركتك بتتحرك ازاي وكده، هل انت بتلعب رياضه، هل بتنام كويس، هل لا بتاكل برجر. بتاكل كويس ولا لا. البرجر والحاجات دي طبعا مش موجوده عندهم في الدايت، تمام. بالعكس لان هم بيميلوا اكتر للنظام الغذائي، وممكن مم. شويه اسماك بسيطه، انما ما فيش اللحمه والحاجات للاسف الان هيلث اللي احنا بنعملها دي. الحاجه الثالثه بعد الرياضه والحركه الاكل زي ما قلت لك. مم. بعد الاكل العلاقات الاسريه، ودي ثلاث اهم حاجه. العلاقات الاجتماعيه بتاثر برضو ان الناس هيعيشوا فتره طويله ولا لا الورك بصحه ولا لا. لايف بالانس اللي مش موجود عندنا الحمد لله. للاسف، وخصوصا العلاقات الصغيره اللي هي الاسره اكتر من الصحاب كمان. واخر حاجه موضوع روحانيه، مش لازم من شكل ديني بحت يعني. هم يمكن الديانات مختلفه وكده، بس لازم يبقى فيه دين. احنا هنا في الوطن العربي وفي مصر يمكن بنتكلم عن الدين الاسلامي او لو الدين المسيحي، بس هم بيتكلموا على التدين بشكل عام، ان انت يكون في مخلوق تاني انت بتلجأ له، اللي هو في الحاله بتاعتنا احنا كمؤمنين ربنا. فالخمس عوامل دول لو عندك انت تقدر يكون عندك العوامل اللي تاثر ان انت تعيش بصحه كويسه لحد ما ربنا يكون كاتب لك عمرك ايا كان 60 70 ان شاء الله 100 سنه. طيب احنا ندخل بقى في موضوع الشغل نفسه. في الشغل عشان انت تكون مبسوط في شغلك، في حاجه كونسبت يسموه ايكي جاي، فايند يور بيربس، اللي هو ايه هدفك في الحياه، ايه الحاجه اللي انت عايز تقدمها للناس. مهم. فعشان انت تلاقي الايكي جاي بتاعتك ده، فايند يور بيربس، محتاج اربع حاجات في شغلك. ده برضو وجهه نظرهم.
مش معنى كده ان هو غلط ولا صح، بالعكس ده يميل للصحه في وجهه نظري، لان في دراسات تانية بتاكد المنظور اللي هم قالوه ده. ايه الاربع حاجات اللي انت محتاجها علشان تلاقي غرضك في الحياه في الشغل بالذات؟ محتاج ان انت تشتغل في حاجه انت بتحبها، تمام. تاني حاجه انت محتاج تعمل الشغل اللي انت بتحبه ده تكون تعرف تعمله. يعني تعالى اديك مثال، انا واحد بحب اغني بس صوتي وحش. انا واحد بحب العب كوره بس ما بعرفش العب كوره. يعني انا بحب محمد صلاح وكريستيانو الناس، بس في اديني كوره يا دوب اعرف اباصي، ما اعرفش انط التنطيط. فتكون بتعمل حاجه بتحبها وبتعرف تعمل اللي انت تتقنها. بتحبه. مم. مش لازم تكون بتتقنه، على الاقل تعرف تتعلمه. يعني انا ممكن دلوقتي ما حدش مولود بيعرف يبقى دكتور، بس بالظبط. تعرف في موضوع الفيزيكس والبيولوجي والكلام. ما حدش بيتولد مهندس، بس تعرف تعمل حسابات، ما تكونش مم. انت بتعاني في الماس والكلام ده. كنتش انت تكره الماس مثلا وتقول لي انا بقى مهندس وهعمل وتقول اختراعات وحاجات حاليا كده يعني. وتدخل كمبيوتر ساينس مثلا. على سبيل المثال، فحاجه انت بتحبها، حاجه انت بتعرف تعملها، او حاجه ممكن تعرف الثالثه تعملها. او ممكن يعني تقدر تتعلمها. مهم. الحاجه الثالثه ان هي تكون مفيده للبشريه. مهم. يعني مش هتكلم عن شغلانات معينه واقول لك هي دي غير مفيده ولا لا، كل واحد ادرى. بس انا دلوقتي في ناس بتعمل حاجه ليها علاقه بالبيئه، حاجه ليها علاقه بالبني ادمين، ازاي احسن حياتهم، الاطفال. في ناس بتعمل كده، فانا عارف ان شغلانتي دي مهمه، حتى زي ما بيسموها الترس الصغير، رغم ان ده مش ادق الوصف يعني. بس انا في الحلقه البسيطه دي انا عارف اخلي واحد حياته احسن، انا عارف اخلي البلد احسن، انا عارف اخلي المجتمع احسن، ايا كان. فلازم تكون بتقدم حاجه. عارف مهم. اكتر ناس بيعملوا في نشطاء البيئه مثلا، بيحب الموضوع، بيعرف يعمله ومفيد للبيئه، بس في حاجه ناقصه بقى الاخيره، ان هي بتجيب لك دخل كويس. لان انا لو انا بعمل كل ده وعندي ضغط مادي، مش هكون مبسوط، عمري ما اكون مبسوط في حياتي اكيد. وانا الدخل اكتر من اللي بصرفه. بكون انا اكيد، ودي بصرف حاجه ممكن يكون مثلا بعض الانتربرينورز بيعانوا فيها. بيعانوا في الحته بيكون دي. عندهم هو فيجن بيكون عنده وعارفين فيجن هيعملوها وعنده، ازاي ومفيده وكل حاجه، هو بس عايز اسمه ده، وعايز الستارت اب بتاعته تكبر. بس طبعا في البدايه، اي حد فينا في البدايه بشكل عام في الستارت ابس تلاقي الدنيا مأزمه معاك ماديا. مهم. اه ممكن يبقى في بعد كده فاينانشال فريدم، تمام، بس في البدايه بتلاقي الدنيا مأزمه معاك مهم. شويتين ثلاثه، فبتلاقي نفسك مضغوط ومخنوق فعليا. مظبوط. فانت الفكره بقى ان عشان تلاقي المعادله للموضوع ده لازم يبقى عندك الاربع حاجات. لو فيها واحده ناقصه المعادله مش كامله. ما ينفعش انت تكون بتاخد فلوس، مش ما ينفعش، هي ممنوع، بس هتلاقي ان غرضك في الحياه ناقص. انا باخد فلوس وبعمل حاجه كويسه بس ما بفيدش حد، فاهمني؟ آه، انا بفيد الناس وبعمل حاجه انا مبسوط بيها، ولكن ما بتدخليش دخل كفايه. هلاقي نفسي في الاخر بيرن اوت. يعني انا معيش اللي يصرف عليا ولا يصرف على بيتي، ولا مش هينفع. فلازم يبقى عندك الاربع حاجات دول. باختصار تاني، حاجه بتحبها، حاجه بتعرف تعملها او ممكن تتعلمها، حاجه مفيده للناس، وحاجه بتدخل لك دخل يغطي على الاقل احتياجاتك الاساسيه، ده لو مش ازيد كمان. حلو أوي. والجزء ده ممكن يدخلنا على موضوع الحريه الماليه كمان، ممكن مم. نتكلم فيه ازاي نقدر نوصل له. خلينا بس في الاول، بما انك انت يعني ذا جود اتش ار، عايزين نتكلم كده مع حته الكارير سelection. مهم. تمام، ازاي الناس تقدر ان هي تختار يعني من وجهه نظرك، بما انك عديت على سي فيز، عديت على ناس جت تعمل انترفيوز، عديت على حاجات كتير، مهم. فبيزد على الاكسبيرينس بتاعتك اللي انت خدتها في الحته دي، ازاي الناس تقدر تعمل سelection للكارير بتاعها؟ طيب الموضوع ده ما فيهوش صح وغلط، يعني لان هو في اكيد. فاريبلز كتيره جدا، في عوامل كتيره او تغيرات كتيره بتختلف من واحد للتاني. مم. تعال نقول مثلا على سبيل المثال، انا ما ينفعش النصيحه اللي اديها لواحد 30 عنده 30 سنه ولا ماله 35 سنه، ماله يعني. لا فوق راسي بس قصدي بمسؤولياته، تمام. اديها لواحد عنده 20 سنه ولا واحد لسه هو انت متخرج من ثانويه عامه. بتتكلم في حته حد عنده 20 سنه ممكن اللي هو جرب ده وجرب ده وجرب ده، بالظبط. تمام، لكن حد 30 لا، انت لازم تكون عرفت اوريدي الكارير بتاعك ايه وعمال بتطور منه، لا فجرب تطوره من المنطلق ده. هقول لك ولا حاجه، رايك ايه؟ اتس نيفر تو ليت. يعني حتى لو انت 30 اكيد. سنه وعايز تغير كاريرك مفيش مشكله، بس هي النقطه ان الريسك بتاع ان انت تعمل كارير شيفت بيبقى اكبر، تمام. ده اكيد بس طبعا. كل ما مسؤولياتك تبقى اقل، عشان كده بنقول ايه الاحسن، ان الواحد يختار الكارير بتاعه وهو من لسه في بدري. الجامعه، ويا ريت لو هو لسه متخرج ثانويه عامه. كل ما حصل. يبقى بدري كل ما يبقى احسن. طيب ازاي نعمل كده؟ في كذا طريقه. مم. اول طريقه، تمام، ان انت وانت في الجامعه، وبالمناسبه الجامعه مش معنى كده ان هي بنقول ان هي مش كويسه، الجامعه مفيده، ولكن الاهم من الجامعه
العلاقات اللي بتعملها في وقت الجامعه، الخبرات اللي بتاخدها في وقت الجامعه، مش الشهاده. انا كواحد مثلا انا بوظف ناس يعني في موضوع ريكروتمنت شغلي، مش اول حاجه ببص عليها دراستك، انا ببص مم. انت خبرتك ايه. حلو. فانت حاول تعمل انترنشيبس كتير، حاول تشتغل في اماكن كتيره لحد ما تلاقي حاجه عملت كليك معاك، هو ده المجال اللي انا حبيته. لحد ما تلاقي الباشن بتاعك بشكل عام في بالظبط. حته معينه. الباشن ده برضو تعريفه مش يعني مش دقيق قوي، بس هقول لك ازاي تقول الباشن بتاعك. تمام. فانت اول حاجه تعمل تجارب كتيره وانت في وقت صغير. طيب وانا هقتبس الكلام ده من دكاتره مش من كلامي عشان ما اقولش ان انا المخترع. في دكتور اسمه دكتور طارق سودان، دكتور في الاداره، دكتور كويتي معروف يعني في مجال الاداره. قال لك في مفهوم اسمه رفق بالعربي. رفق دي ر ف ق، ده اختصار لثلاث كلمات: رغبه، فرصه، قدره. تمام. انت بتشوف اول حاجه رغبتك في الشغل. انت هتعمل مثلا زي اكسل كده تيبل، ايه الرغبه بتاعتك؟ انا راغب اعمل ثلاث حاجات على الاقل من 3 ل 10. تمام. انا رغبتي انا بحب العب كوره، بحب الاداره، بحب الهندسه، بحب الطب، بحب. اعمل ليست كده بالحاجات اللي في رغبه، احنا لسه ما بنقولش تعرف تعملها ولا لا، انا بحب اعمل الحاجات دي. اعمل كده لسه بالحاجات اللي انت بتحبها. طيب تديها 1 من 10. انا والله بحب العب كوره 7، بحب الاداره بحب 5، بحب الهندسه 8. طيب اللي بعديها فرصه. الفرصه دي هل اصلا في فرصه ان انت تشتغل في الموضوع ده؟ هل انت دلوقتي سوق العمل مفتوح للمهندسين؟ ما تكونش انا دلوقتي عايز ادخل في سوق زحمه جدا وعايز الاقيه، طب ما تخش في مجال ما فيهوش زحمه. على سبيل المثال برضه يمكن سوق زحمه بس انا قوي، دي ساعتها تيجي للقدره بقى. فرغبه، فرصه، قدره. فرصتك في كل مجال قد ايه من اللي انت عملت له ليستنج. وثالث حاجه قدرتك اصلا، زي ما قلنا انا ممكن اكون والله عايز ابقى مهندس بس انا سيء جدا في الماس، في الحسابات مش كويس. فده طريقه ايكويشن كده تعرف اكتر شغلانه جابت معاك سكور، روح جربها، جربها حتى يعني لقيتها جايبه معاك كمل فيها. ده برضو من الحاجات اللي تعمل كارير سelection في الاول. حلو. في برضو دكتور ايهاب فكري كان عنده وجهه نظر بيقول لك الثلاثه اهي. ايه الثلاثه اهي؟ بيقول لك هوايه، مهنه، موهبه. بيقول لك مش لازم الموهبه بتاعتك تبقى شغلانتك. ليه؟ لان مش كل واحد بيعرف يلعب مزيكا لازم يبقى يعني جيت جيتار، واحد يشتغل زي عمرو دياب مش فارق، لان في تفاصيل كتير. الموهبه دي لنفسك انت ترفه بيها عن نفسك، ولكن في سوري الهوايه دي ليك انت عشان ترفه بيها عن نفسك، ولكن الموهبه دي السكيلز اللي عندك اللي تقدر تشتغل بيها وتطلع لك اوت كام اكتر من ناس كتيره. انا دلوقتي لو انا واحد والله في البرزنتيشن كويس في التعليم والحاجات دي كلها، خش في المجال تريننج او التعليم والكلام ده. غير لما انا اكون واحد والله انا ما بعرفش اتكلم مع الناس وما بعرفش اقنع، ادخل ازاي في حاجه زي السيلز ولا حاجه زي كده. فشوف انت موهبتك في ايه، وشوف ايه الشغلانه اللي تبقى مهنه ليك وتعملها، وفي وقت فراغك تدخل في الهوايه ترفه بيها عن نفسك. ده شويه ايكويشنز ازاي تقدر تلاقي كارير ليك. تمام. بلس زي ما بقول لك احسن حاجه انك تجرب. الموضوع مش سمع بس، اسمع واقرا وشوف الموضوع ازاي. وطبعا بالوقت اللي احنا فيه ده شوف الفيوتشر بلانز رايحه فين. ما اكونش انا بختار مجال اداري مع كامل احترامي للمجال الاداري، بس مع الوقت بيتقلص وما فيهوش يعني ما فيهوش الحاجات المطلوبه في سوق العمل. الناس كلها بتدخل على الاوتوميزيشن والاي اي والكلام ده كله، فانا ما يكونش هدفي ان اشتغل اداري. لو انا عايز على اللونج تيرم يعني اعمل كارير، ادخل لا كارير يبقى ادخل حاجه ليها علاقه بالسيلز، ادخل حاجه بالكمبيوتر اذا كان اي اي ولا ارتفيشال انتليجنس، الانفورميشن سيستم، اتش ار، اكاونتنج، الحاجات دي كلها اسمها كارير. فبرضه تكون عارف البلان بتاعتك لونج تيرم عامله ازاي. طب ده حلو يعني قوي. باختصار كده لو طولت شويه. طيب حلو قوي. احنا دلوقتي خلينا نتكلم على اخر جزئيه نتكلم فيها في حته الحريه الماليه او الفاينانشال فريدم، وعايزين نتكلم فيها عن اكون امبلي ولا اكون اسمه ده، اكون امبلي ولا اكون انتربرنور، او يعني ان انا ابقى موظف ولا ان انا ابقى رائد اعمال من وجهه نظرك، طيب بغض انا النظر عن وجهه نظرك. انت راجل اصلا يعني ما شاء الله انتربرينور قد الدنيا الله يخليك. من بدري. اولا هقول لك على حاجتين. اول حاجه كان برضو من النصايح اللي سمعتها، عايز تعرف انت كويس في ايه، اسال الناس اصحابك قرايبك او القريبين منك بمعنى اخر، ايه الحاجه اللي هتيجي لو عايز نصيحه فيها هتجيلي فيها. يعني انا مثلا عندي محمد محفوظ صاحبي، انا لو عايز اي حاجه ليها علاقه بالستارت اب هكلمه اول حاجه.
بس لو عايز حاجه ليها علاقه مثلا بالاكونتنج هكلم، لا، في مثلا عبد الرحمن رجب على سبيل المثال، ده قريب. حاجه ليها علاقه بالاي تي هكلم اكس واي وهكذا. فاول حاجه انت تشوف انت كويس في ايه عشان تقدر تقول خلاص انا هدخل في الكارير ده. طيب ادخل بقى كموظف ولا ادخل اعمل شركه مع كرائد نفسي؟ اعمال. موضوع الانتربرينور شيب دي يعني خصوصا انا السبيشاليزيشن بتاعي في الام بي اي كانت انتربرينور شيب. هي في ناس واخداها موضه، يعني في كوست بيدفع، الوقت والمجهود انت ممكن ما تكونش قده. ولكن هل معنى كده ان الموظفين ما يعرفوش يعملوا فلوس كويسه؟ لا، الموظفين يعرفوا يعملوا فلوس كويسه بحاجه ليها علاقه بالحريه الماليه. ومش هتحتاج بقى الهيدك بتاع ان انا صاحب شركه وان انا بقى لازم شغال 18 ساعه في اليوم والكلام ده كله. مم. ازاي تعمل الحريه الماليه؟ الحريه الماليه دي باختصار شديد ان انا اوصل ان دخلي اكتر من اللي بصرفه. تمام. في حاجه اسمها الباسيف انكم اللي هو الدخل الغير مباشر. الدخل الغير مباشر ده بمعنى ان انا نايم في البيت في حاجه بتجيب لي فلوس. مش محتاج، مأجر عقار، كل الحاجات دي. بالظبط، مش محتاج ان انا ابذل تايم او ايفورت في الموضوع ده ولا اي حاجه. مش محتاج اشتغل اكسترا اورز في اليوم. مش محتاج ان انا والله اعمل فريلانس على جنب، لا. طيب ده هيجي ازاي بقى؟ هيجي عن طريق الاستثمار. الاستثمار مم. ده انا مش خبير اقتصادي، تمام، ولكن انا هقول بناء عن خبره بسيطه، تمام، واللي انا بشوفه كدراسه يعني. طيب ازاي استثمر وانا، انت هتقول لي انا لسه متخرج وباخد لي 10000 ولا باخد لي 1000 حتى، انا ما اعرفش بغض النظر عن العمله يعني، تمام، مبلغ صغير جدا. هي الفكره ان انت تربي عاده الاستثمار. يعني ايه اربي عاده الاستثمار؟ انت هتطلع، هناخد 1000، باخد 1000 جنيه مثلا، خلينا ندي رقم كده افتراضي. طلع من ال 1000 جنيه ده هتعرف تطلع منه كام؟ جنيه. هتعرف تطلع 10، حط ال 10 دول كل شهر في حاجه ليها علاقه بالاستثمار. الاستثمار ده ممكن يبقى اسهم، عقارات. هتعرف تقول لي مش هعرف اشتري عقار ب 10 جنيه، ماشي، في حاجه اسمها الكلاود فاندنج، ان انا بدخل مع ناس في موضوع عقار بسهم معين، سهم ال 10 جنيه ده دي حاجات اوريدي في الحته بتاعت الريل استيت دي. بقى في موجود. ابلكيشنز هنا في مصر بتعمل كده. في ده عشان ابلكيشنز في نتكلم في مصر. مصر. لو في مصر بقى اسهم، في حاليا بقى في بالظبط. كذا ابلكيشن بيعمل طيب كده. عايز اشتري ذهب، هتقول لي انا لازم اشتري سبيكه؟ لا، خش عن طريق البورصه اشتري سهم ذهب. وفي اصلا دلوقتي ابلكيشنز بتشتري فراكشنال، يعني جزء من السهم. يعني لو السهم مثلا ب 100 جنيه وانا معايا 10 جنيه، انت ممكن تشتري ب 10 جنيه ذهب. طيب ده بيعمل حاجه اسمها ايه؟ بيسموها الكومباوند انترست. يعني ايه؟ يعني لو انا حاطط كل يوم مثلا، خلينا نفترض كل يوم انا بحط او كل شهر بحط 100 جنيه، تمام، على مدار 20 سنه هلاقي نفسي في اخر ال 20 سنه لو حوشتهم هيوصلوا معايا حوالي 40000 تقريبا. انا مش كويس قوي في الماس، هحتاج اراجع. حوالي 40000. طيب انا لو استثمرتهم وبيجي لي عائد عليهم سنوي 10%، هلاقي نفسي بعد ال 20 سنه نفس المبلغ اللي كنت بحطه وصل معايا اضعاف. واظن لو الحسبه مش غلط ممكن 160000، من 40000 ل 160000، لمجرد ان انا حطيته في استثمار. اهم حاجه في موضوع الاستثمار ده ان يتعمل بدري. بدري ده كل ما بدري يا ريت. يعني لو انا مثلا واحد عندي ولد بخلف يعني ابني ده ولا حاجه، احط له كده كل شهر او كل سنه مبلغ هيوصل اول ما يتخرج مثلا في الكليه 30 سنه ممكن مع يلاقي معاه مليون جنيه مثلا من ولا حاجه، من سبب ان انا بحط له 100 جنيه كل مهم. شويه. انا ما ينفعش افكر في الاستثمار والحريه الماليه وانا عندي 60 سنه وانا بتقاعد. بس طبعا لازم يعني طالما انت هتفكر في الحتة دي فانت لازم مش هتحط له فلوس، يعني عشان ما انت عارف الفلوس ممكن ما هي دي النقطة اللي بنتكلم فيها، تاكل. الاستثمار، ان انت تجيب حاجة تعمل دخل. لان مم. انا بقول لك الفكرة ان الحاجات بتاعت الحرية المالية دي بتاخد وقت. انا ما ينفعش افكر في ان انا اكون حر ماليا وانا عندي 60 سنة. طب ما انا هجني ثمار انا اللي انا حر عملته ماليا ده في امتى؟ عينيا. انت حر بقى. انت حر خالص، انت معكش فلوس اصلا عشان كده انت حر. انما لازم تعملها من بدري وتحاول تنوع بقى، تدخل في العقارات، في الذهب، في الاسهم، في حاجه اسمها الاي تي اف، الصناديق استثمار. كان في حلقه لاحمد غندور الدحيح كانت حلوه جدا، اتكلم فيها عن الموضوع ده. وكان برضو محمد نجاتي بيتكلم عن الحتة دي، اللي هو بيبروك في الشهر كذا مرة بالظبط، عشان هو على بيحط طول الفلوس بتاعته مستثمر في الاسهم في والحاجات دي انفستمنت. كلها. طب انت دلوقتي ليه ما تعملش كده؟ على فكره الموضوع تاني ملوش علاقه دخلك قد ايه. احنا بنقول طلع جزء بسيط ما يحسكش ان انت يعني في مبلغ خرج منه. يا سيدي انت اضرب الجزء. يعني انا مثلا معايا 2000 جنيه، طلع يا عم 100 جنيه من ال 2000، طلع 10 جنيه.
ربي العاده، ومع الوقت انت هتلاقي نفسك بتقدر تستحمل قد ايه، حلو هتلاقي أوي. نفسك بتكبر في الموضوع وخلاص بقت عاده معاك. حلو أوي. بس تمام. طيب لو احنا بنتكلم على احنا دلوقتي اتكلمنا على الحتة بتاعت الحرية المالية، واتكلمنا على كذا حاجة تانية كده للناس اللي عايز يشتغل بشكل عام، او ايه الفرق ما بينه وما بين الانتربرنور. طيب بما انك انت في الامارات، لو حد مثلا عايز ان هو يروح الامارات برضو، عايز يشتغل هناك، ايه الويز اللي هو ممكن يعملها، ممكن يعمل ايه بشكل عام؟ طيب بص، انا هديها لك نصيحه عامه. يعني انا من اللي انا شايفه الامارات بتتبع طريقه الرأسماليه اللي في العالم كله. تمام. يمكن احنا في مصر او في بعض البلاد لسه عندنا موضوع الجوب سكيورتي، وان انا اشتغل في الحكومه عشان امن والحاجات دي كلها. العالم كله، انا ما بتكلمش على الامارات، العالم كله بيميل اكتر لحته المشاريع الخاصه والكلام ده. واحنا اصلا في مصر اظن يعني بقى في توجه ان الناس تفتح مشاريع، والحكومه بتعمل تخارج من الاقتصاد والكلام ده واحده واحده. اللي انا اقصده حاول تدخل في مجال انت تقدر تنافس فيه. بمعنى ايه تاني؟ المنافسه لو هتتكلم في الامارات على سبيل المثال، يعني على سؤالك، المنافسه كبيره جدا، لان انا ما بنافسش جنسيه واحده زي هنا. انا هنا في مصر بنافس كلنا الناس مصريين كلهم وبننافس مصريين. بعض. هناك بقى انت بتنافس مصريين وعرب بكل جنسياتهم. شوف في كام بلد بقى، المغاربه والجزائر وتونس وسوريا ولبنان واردن وفلسطين، كل الجنسيات عرب بس، غير الهنود، غير الفلبينيين، غير الاوروبيين، غير الصينيين، غير الاماراتيين. فانت عشان تدخل في مجال زي ده او سوق زي ده لازم يكون عندك اللي بيسموها كومباتيتيف ادفانتج. مثلا انا ليه لما انت صاحب شغل هناك اجي اقوم قايل لك انا عايز اشتغل تاخدني ليه وما تاخدش حد تاني؟ هي دي النقطه. لما انا هروح هناك اشتغل، اولا زي ما قلت لك المنافسه كبيره، فلازم اعرف ان انا مش سهل ان هلاقي شغل. مش معنى كده مستحيل، وده برضه في اي بلد في العالم، يعني مش مستحيل انك تلاقي شغل. بس ايه الحاجه اللي هتميزني عن غيري؟ حاجه تانية برضو دي انا بتصادفني مع الناس اللي بيكونوا بيقولوا عايزين يدوروا على هناك. انا هنا تيم ليدر، متوقع هناك اروح تيم ليدر. انا عندي اكسبيرينس كبيره جدا. انا اكيد. كنت لا. شغال هنا في البنك، ومعايا زي ما بقول لك الام بي اي وكده، كنت فاكر بقى انا عندي اكسبيرينس كبيره جدا ودارس وكده. رحت هناك فروم داي 1. ابدا من الصفر، ابدا من الصفر. لان خبره البلد بتفرق. بقالك قد ايه مع بتتعامل معاهم، عارف القوانين، عارف الدنيا، عارف السوق نفسه. السوق مختلف تماما. حتى لو عندك السكيلز بتاعت الشغلانه، بس السوق مختلف. فلازم تعرف انك هيحصل لك داون جريدنج، واحده واحده تطلع لو انت واثق ان انت اقوى من الباقيين. حلو أوي. تمام. انت نورتنا بجد النهارده يا الله عايدي، يحفظك يا رب. واحنا يعني كان نفسي بجد ان احنا نعمل حاجه زي كده مع بعض، والحمد لله ان انت رجعت بالامارات الحمد بالسلامه. لله. قدرنا ان احنا نعمل الحلقه الصغيره الجميله دي. الله يحفظك ان شاء الله. يعني الجهاد تبقى اكتر. انا مبسوط اول مره يعني يبقى عندي اكسبيرينس زي كده، بان انا اتكلم مع حد ذو خبره الله زيك. يخليك. بس ان شاء الله الجهاد اكتر، وانا مبسوط جدا على الفرصه دي. ان شاء الله الله نورت. يحفظك، كتر خير، شكرا.